السلام عليكم. مسا على الناس الكويسة. أحلى سلام وتحية على أحسن فانز في الدنيا. الأسبوع ده هنتكلم عن حاجات مهمة جدا في ال ADC، زي مثلا تركز على إيه في أول الجيم وإزاي تعمل الدرافت صح، وهنفك طلاسم كتيرة للرول المظلوم ده اللي جاي وبقوة في سيزون 11. ما تنسوش اللايكس والساب الكتير واعملوا شير وفرجوا صحابكم ويلا بينا. ال ADC في سيزون 11 بقى أقوى بكتير من الكام سيزون اللي فاتوا، أو بمعنى أصح بقى سهل شوية إنك تكون ليك فايدة عن الأول، لكن هو لسه أكتر مكان less forgiving أو ما فيهوش يما ارحميني لو عملت أقل غلطة. خلوني أقول لكم إن الرول ال ADC ده في العموم بيختلف عن أي رول تاني. كل الرولز ليها حاجات كتيرة متنوعة ينفع تتلعب بيها. عاوز تلعب اساسن جونجل، تانك جونجل، ماركسمان جونجل، توب فايتر جونجل، كله موجود. عاوز تلعب نفس الكلام في التوب او الميد، موجود. ده حتى السبورت نفس الكلام. المكان الوحيد اللي يعتبر ما ينفعش فيه غير ماركسمان، ودي ميزه لانك لو قضيت وقت كبير بتلعبه فرق التشامبيونز مش كبير للدرجه دي، ما عدا كام واحد بس كده فريدين من نوعهم جدا. لازم تفهم انك انت كاي دي سي علشان تكون مفيد في الجيم، دورك هو انك تفضل عايش في الفايت لأطول فترة ممكنة، يعني لحد ما حد ينط عليك ويموتك، وده بيحصل عن طريق انك دايما بتضرب اقرب انمي ليك. وظيفتك كاي دي سي مش انك تقتل زد او فيورا اللي ضدك، لا خالص، ولا حتى تموت الاي دي سي اللي ضدك. وظيفتك هي انك تعرف تموت الفرونت لاين بتاع الانمي قبل ما يوصلك، ويسهل المأمورية على الاساسن انه يقتلك او اي حد تاني انه يخلص عليك. الفكرة كلها انك كاي دي سي مش بلاي ميكر لا سمح الله، او مش مطلوب منك انك تقف قدام علشان تعمل بيك على حد من الانمي فتموته. انت وظيفتك انك تكون ورا وتعمل فولو اب او تكمل على اللي فريقك بيعمله. وعلشان كده ال ADC اكتر مكان معتمد على التيم، لانك من غيرهم لو حد شافك لوحدك سهل يفشخك ويعمل منك كفتة. يعني بالعقل كده علشان تعمل على حد بيك محتاج سي سي، صح؟ اغلب الوقت انك ك ADC ما عندكش سي سي، ما عدا حالات محدودة شوية زي اش مثلا اللي عندها الار، ودي برضو ينفع تضربها وانت ورا. حتى الدبليو بتاعت جن تقدر تعمل سي سي، بس بتكمل على حد ضرب قبلك وبرضه بتعملها وانت ورا. لكن اغلب السي سي بيجي من التنكات والفايترز، فدول عندهم فرصة يعملوا بيك على حد اكتر بكتير منك. ده غير طبعا ان عندهم اتش بي اكتر وسستين اعلى اللي يعديك بمراحل ويخليهم ما يموتوش بسهولة زيك. فاللوجيك والمنطق ان هم اللي بيقفوا قدام وبيعملوا البيك عن طريق انهم يلبسوا حد سي سي مثلا، وانت تقف ورا تكمل عليه. علشان تكون اي دي سي ناجح انت محتاج كذا مهارة اساسية. اول حاجة هي الفارم. انت كنت محتاج فارم حلو علشان تلعب اللعبة اصلا، فلازم تفهم ان باقي اللينز ممكن يكون عندها 7 سي اس لكل دقيقة. 7 سي اس يعني 7 فارمنج لكل دقيقة علشان تكون ليها قيمة. لكن انت بقى محتاج مش اقل من 8 سي اس لكل دقيقة. لو قدرت تعمل ده هتلاقي نفسك بتعمل دامج رهيب وبتلعب احسن من العادي، لانك تعتبر قوي من غير ما تكون اهد للدرجة او متفيد، ودي حاجة ضرورية. تاني حاجة هي البوزيشننج. اعرف مكانك في الفايت كويس جدا. انت لازم تقف ورا حد بيستحمل الضرب، او يقدر يعمل لك بيل، او يجذب بالانتباه للي قدامك، او يحميك لو حد قرر ينط عليك لا سمح الله. مكانك مش بيفارق الباك لاين الا لو خلاص عددكم اكتر منهم بكتير، وركز على كتير دي، ومفيش خطر عليك. لكن في العادي مكانك بيكون ورا، وبتضرب اقرب حد ليك من غير ما تبعد عن الفرونت لاين بتاعك. او السبورت لو قدر يحميك زي جانا او اليستار او ثريش مثلا. ما يبقاش السبورت بتاعك براند مثلا وانت رايح تقف وراه، فيورا اللي ضدكم هتنط عليكم انتوا الاتنين وهتحط سيفها في، يعني عارف انت، يعني بلاش اقول لك على القصه عشان انت اكيد خدتها وعرفت سيفها هيتحط فين. تالت حاجه هي الكايتنج، ودي ببساطه انك تقدر تضرب وانت بتتحرك. انت كتشامبيون رينج الوحيد اللي عندك القدره دي، وتعتبر حجر الاساس اللي بيوظف الفارم والبوزيشننج بتوعك وبيخدم عليهم جامد جدا. وان شاء الله هيكون في فيديو قريب عن ازاي تعمل كايت صح.
طيب طالما انت كاي دي سي بتدور على حد يخدم عليك، يبقى انت مش بتلعب لوحدك وما تعرفش تعمل لعبة صح لوحدك، الا لو انت طبعا متفايد جامد او الجيم عشوائي، وبالتالي علشان تكسب اللين بتاعك لازم تفهم ان البوت لين معتمد بشكل كبير على السبورت اللي معاك، او بمعنى اصح السبورت هو اللي بيحدد البلاي ستايل بتاع اللين او الخطة اللي هتعملها في الليننج فيز. كون انك مش فاهم السبورت اللي معاك بيلعب ازاي وايه الوين كونديشنز بتاعته او ازاي يكسب اللين، ومش عارف الانمي سبورت محتاج ايه معاه وازاي يكسب اللين، معناه انك هتخش تلعب الجيم عشوائي جدا من غير اي تفكير، ويا تكسب يا تخسر بالحظ حسب اللي قدامك طلعوا مش عارفين هما كمان ولا لا. علشان كده انت لازم تفهم ان وقت الدرافت ده مش للعب ولا انك تشوف بوستات على الفيس، لا لا لا، ده للتأمل. التأمل يا باشي، التأمل في ياسو اللي نازل معاك في جنجل مثلا، او الحيوان اللي داخل يلعب ماستر يي توب، وريوت جيمز اللي جايبالك انوبس يلعب ضدك بعد ما كسبوا كاس العرب. طبعا احلى تحية لانوبس واحلى رجاله بتوعها. والنقطتين الجايين دول بيوضحوا ازاي تعمل درافت الصح كاي دي سي وما تخسرش البوت لين من قبل ما الجيم يبدأ اصلا، وهنتكلم عن كل واحدة فيهم بالتفصيل. يلا بينا. بسم الله. اول حاجة انك تختار اي دي سي طريقة لعبه بتتناسب مع طريقة لعب السبورت اللي هينزل معاك، ده طبيعي جدا. تاني حاجة انك ما تحطش نفسك في مواقف لا تحسد عليها، او انك تكاونتر نفسك بنفسك رغم انك عملت اول خطوة صح بس ما عملتش حساب طريقة لعب الانمي. طيب ازاي تعمل اول واحدة؟ انت بتشوف السبورت ناوي يلعب بمين وانت بتلعب على اللعب بتاعه، بتفكر هو عاوز ايه من اللين وانت ازاي هتخدم على ده او هتستغله زي ما هنتكلم دلوقتي كده. بس قبل ما نتكلم في النقطة دي هنتكلم انك لو معرفتش لا سمح الله، وده الطبيعي والمتعارف عليه، انك تتواصل مع السبورت بتاعك او معرفتش تعمل الكومبو ده لاي سبب من الاسباب. الفكرة انك ساعات بتكون اول واحد بتختار او ملحقتش تتكلم مع السبورت في اي حاجة، او متوحد او مش مختار تشامبيون ومش بيرد على الكلام، يبقى ساعتها نعمل ايه؟ الكام اي دي سي دول حلوين كبلايند بيك، وبلايند بيك يعني انك بتختار اول واحد ومش عارف التيم اللي معاك هيلعب بايه، وهيقدروا يمشوا مع اغلب البلاي ستايلز اللي موجود. دول يعتبروا سيف بيكس، لازم على الاقل تكون بتعرف تلعب بثلاثة منهم على الاقل حتى لو مش المين بتوعك، علشان لو اتحطيت في الموقف ده تستغله صح. وهم ميس فورشن، إز، كاليستا، وسينا، فاروس، أفيليوس، آش، وأخيرا كيتلين. وإن كان مثلا كل دول حلوين، فأنت لازم تفهم إن إزرائيل هو البابا بتاع البلايند بيك، أسهل وأحسن تشامبيون ممكن تلعب بيه وما تعتمدش على السبورت بتاعك قوي. طريقة لعبه بتتناسب مع أي حاجة وأي جيم، فأنت لو محتار قوي ومش عارف تاخد مين يبقى حط طحينة على طول، قصدي اختار إزرائيل على طول. الشامبيون تقيل جدا في السيزون الجاي ده، سيزون 11، لازم تعرف تلعبه وتتعود عليه وتضيفه للتشامبيون بول بتاعتك علشان هيفيدك جدا. التشامبيون بول يعني التشامبيونات اللي انت بترجح تلعب بيها. طيب علشان تعمل الكومبو صح مع السبورت بتاعك لازم تعرف اكتر سبورتات بتتلعب في الايلو بتاعك وتشوف مين احسن بيكس معاهم. في السيلفر مثلا وانت طالع دول اكتر ناس بتتلعب: ثريش، يومي، سينا، ليونا ونوتيلاس، مورجانا، بليدز، لولو. هناخدهم واحد واحد دلوقتي ونشوف كل واحد منهم محتاج ايه علشان يكسب اللين، ونشوف مين اللي بيشتغل كويس معاهم. بص هقولك على حاجة، قوم اعمل لك فنجان قهوة دلوقتي وارجع كمل الفيديو علشان الموضوع هيبدأ يتقل وعايزين كراسة وقلم معاك. بالنسبة للثريش، هو سبورت بيحب يبقى اجريسيف جدا، عاوز لما يقدر يمسك حد الاي دي سي اللي معاه يديله على نافوخه على طول من غير اي تفاهم، علشان يغصب الانمي انه يضرب السامونرز بتوعه وممكن يموت كمان. يعني بمعنى اصح عاوز يسيطر على اللين ويخليك تتحكم في الويف وتفضل عامل فريز علشان تخليهم بعيد عن البرج بتاعهم، فثريش يقدر يعاقبهم بالهوك بتاعه وتاخد عليهم كلات كتير كمان. ودول امثله الاي دي سي بيكونوا كويسين في النقطه دي اللي مع ثريش: كاليستا، افيليوس، تريستانا، ميس فورشن، فاروس، دريفن. نيجي بقى بالنسبه ليومي، الحقيقه احسن تشامبيون ليها هو إزرائيل، علشان الكيتس بتاعتهم فيها سينرجي او توافق مع بعض بتخليهم يخدموا على بعض بشكل كبير جدا. رينج كبير جدا لإزرائيل، وسلو وكمان هيل وسبيد علشان الكايتنج، غير السيفتي طبعا اللي عند إزرائيل من الاي بتاعته. اول ما إزرائيل بيجيب اول 2 ايتمز بتوعه بيكون هو ويومي اقوياء جدا جدا. لوشيان كمان قوي مع يومي لنفس الاسباب تقريبا، بس افضل حد فعلا هو إزرائيل. يعني إزرائيل ويومي هما الكومبو اللي يكسب البوت لين بدون تفكير. بالنسبه لسينا،
سنة بتحب تعمل بوك بالرينج الكبير بتاعها، هي سكويشي فمش بتحب الاول انز او تدخل براسها قوي، دايما عاوزة تلعب من بعيد. الخيارات الحلوة معاها لازم تكون عاوزة تلعب من بعيد زيها، او على الاقل عندها بوك معقول زي مثلا اش، ازرائيل، فاروس وكيتلين. بالنسبة لليونا ونوتشيلاس وبليدز، دول يا معلم بيبقوا دايما عاوزين ينطوا جوه ويعملوا كيل بريشر عالي في الاولين، بيكون جميل جدا معاهم لانهم داخلين علشان يموتوا حد دلوقتي، يعني حد بيعمل دامج حلو او فولو اب كويس من اول الجيم علشان الكيل بريشر يزيد وتسيطر على اللين. ودول زي مثلا ميس فورشن، افيليوس، دريفن، سميرة وتريستانا، الناس اللي بيبقى عندهم دامج بيرست في ال3 ثواني مثلا يعملوا دامج هايل جدا. بالنسبه بقى لمورجانا، مورجانا معاها اول ان جميل جدا من بعيد، وهي تعتبر كاتش سبورت، يعني اقفش من بعيد من غير ما تعرض نفسها للخطر بشكل كبير. مورجانا عاوزه جنبها حد عنده رينج حلو او سي علشان يكمل على الكيو بتاعتها، ولو الدمج كافي ممكن يتحول لاول ان كمان، في اللي ينفع معاها حد زي كيتلين او فاروس. لولو حبيبة الهايبر كاريز اللي بيبقوا أقوياء كل ما الجيم يأخر أكتر، وبيعملوا سكيلينج عالي جدا زي تويتش، فين، كوجمو. دول بيكونوا محتاجين حد يحميهم من أي حد ينط عليهم، وكمان بيسرعهم، فلو أنت فعلا لعيب في الكايتنج والبوزيشننج هتحب لولو جدا. تاني نقطة أنت عاوز تحققها في الدرافت هي انك ما تكونترش نفسك بنفسك. معظم اللعيبه مش بتفكر في كده، وهتلاقيهم داخلين جيم بناس لو رينج جدا ضد لين داخل يعمل بوك وعندهم رينج كبير، زي انك تاخد مثلا فين او تويتش او كايزا وانت معاك لولو وضدك مثلا فاروس او كارما او ذيرس مثلا، فانت علشان تضرب لازم تدخل لهم جوه وهم اوريدي بيضربوك من بعيد، فانت بتكاونتر نفسك بنفسك. فين حلوه جدا مع لولو وانت عنديل بيها، بس اللين هيكون تقيل جدا عليك، مش هتعرف تاخد فرم من غير ما تتعاقب، وكمان الفرق كبير في الرينج هيخلي اي تريد تحصل اغلب الوقت تبقى لصالح الرينج الكبير والاقوى، لانك ممكن تلف وتجري وما تضربش، وبالرغم من كده تفضل برضو بتاخد فوق نافوخك في الرينج اللي الانمي اللي عمال يضربك فيه ببلاش. فتقدر تروح لإزرائيل اللي هو مثلا جاك اوف اول تريدز زي ما قلنا، او اي حد تاني بيشتغل كويس مع لولو وعنده رينج وبوك زي اش. الصورة اللي على الشاشة دي خدها سكرين وبص فيها وانت داخل الدرافت علشان تعرف تلعب ازاي. دي الزتونة اللي تشيت شيت يعني بمعنى اصح، ولازم تفهم انك لازم تحط خطة للجيم وتبقى فاهم كويس جدا اللين بتاعك عاوز يلعب ازاي واللين بتاع الانمي عاوز يلعب ازاي، وتفكر في خطوات صغيرة ازاي تحقق الوين كونديشن بتاعك او تمنع الوين بتاع الانمي زي ما اتكلمنا كده. لو عندك مثلا جيم انت بتلعب فيه كيتلين وكارما والانمي بيلعبوا لوشين وليونا، يبقى انت فاهم ان الرينج بتاعكم اعلى، يعني طول ما انتوا واقفين بعيد انتوا بتكسبوا اللين، لكن الانمي لو دخل عليكم هيعمل منكم بطاطس محمره يا ابو عمو. فبالتالي انت عاوز تعمل فريز للين قريب من البرج بتاعك، علشان طول ما انت قريب من البرج بتاعك ليونا لازم تكون تحت البرج علشان تعرف تدخل عليكم، وبالتالي مش هتقدر تدخل عليكم غير لو بعدتوا عن البرج بتاعكم. وطالما انتوا امنتوا نفسكم من دخلة ليونا اللي ضدكم، يبقى كمان هتقدر ترخم على لوشين وهو بيعمل فارم، تديله على بوزه ضرب ببلاش وتنجح في انك تسيطر على اللين. كفاية لحد كده، موضوعنا هيكمل الاسبوع ده ان شاء الله، خليكم دايما متابعين وما تنسوش اللايك والسب والشير الكتير علشان اللي جاي فعلا تقيل. يلا سلام.